ترند جديد طاقية السلطان. محشية كاسترد وعليها لوتس وشوكليت وكراميل، والأخيرة ميكس من الكريمة والشوكليت. بس ايه حدوتة. حلة على النار فيها نص كيلو لبن و3 معالق من الكاسترد، وكل ده على البارد، و3 معالق من السكر، وكده كده السكر حسب الرغبة، ورشة فانيليا، ونبدأ نقلب كده على النار هادية لحد ما يوصل معاك للقوام الرايق ده. هنشيل البول على جنب لحد ما يبرد خالص. في بولة تانية نحط كيس كريم شانتيه وشوية لبن، ونبدأ نقلب كده في الأول عشان ما نتبهدلش. بعد كده نضربه بمضرب كهرباء حوالي 3 دقايق لحد ما يوصل معاك للقوام الحلو ده. ايه يا واد يا حدوته الحلاوه دي. هات لف الجلاش ونبدا نفردها. اول رق بتاعتنا كده نبدا نحط فيها سمنه بلدي او زبده بلدي زي ما تحب، الموجود عندك حط. نعمل اول طبقه، بعد كده نحط الطبقه الثانيه، وعلى فكره احنا ممكن نزود طبقات على قد ما نقدر يا باشا. انت بتحب الجلاش زود طبقات، ما بتحبه خفيف نقلل طبقات. المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش ليه حاجه عندنا. نقطع الجلاش من النص كده ونبدا نحط الكاستر دي كده بعد ما بيرد. وعلى فكره احنا ممكن نحط لون طعام اخضر او شويه فستق. بص دلع نفسك في اكلتك، دلع نفسك. هنبدا نقفلها زي السمبوسه كده ونبدا نديها شويه زبده بلدي. ايه يا واد يا حدوته الحلاوه دي. هنعمل الكميه كلها في صينيه بقى تخش الفرن، ندينا زبده ونبدا ندخلها الفرن ربع ساعه وعينينا عليها لحد ما تطلع معانا لونها ذهبي كده وحلو. هنعمل بقى الكميه كلها بنفس الطريقه. وعلى فكره انا عملت واحده من غير ما اقطعها من النص عشان كنت عايز كميه الجلاش تكون كتير شويه. بصوا بقى الجلاش طلع معانا رايق بعد ربع ساعه وعينينا عليه. هنبدا بقى نسيبه بس 5 دقايق يبرد عشان نعرف نتحكم فيه. هنشيله بقى كده ونبدا نديله وش حلو كده بالكريم شانتيه وشويه شوكولاته من على الوش، وندخلهم كده في بعض بشكل حلو كده ونسيبها 5 دقايق الشوكولاته تجمد على جنب. ايه يا واد يا حدوته الحلاوه دي. واحده عليها شوكليت وعليها فستق، والثانيه كراميل، والاخيره لوتس، وحاجه اخر دلع. اعمل سيب لي الحلقه دي لان انا مش عارف ازاي القطعه دي ب 160 جنيه بره ولا ب 150 جنيه، وازاي اصلا تاكلها بره وانا معاكم. اعمل سيب لي الحلقه دي لانك هتحتاجها في رمضان. كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم في حلقه جديده. سلام.